عليكم. كيف كتشوفوا هاد الناس داكشي اللي قالوا راه داروه، قالوا لنا غيجيو يريبوا لكم، غيخرجونا بالزز بالافراغ، مخرجينا دخلوا لينا حتى للدار بحال اليهود، مخرجينا بحال الفلسطينيين بحال احنا لاجئين، مخرجينا بالعنف وبالضرب ومخرجينا ولا حنا الزنقه ولا حوالينا حوايجنا. وكيف كتشوفوا هي الدار اللي ساكن ديما فيه كي ولات، وكيجي واحد كيقول لك الكرا ديال شهرين، غيكري لك شهرين باغي يدوز الشانطي، باغي يدوز الشانطي ولا حنا الزنقه، غيدوز الشانطي مصلحته دوز الشانطي وغيلعنا الزنقه. شكون هاد الكرا؟ شكون اللي غيكري؟ شكون اللي غيكري؟ ولا اين غيكري لك؟ الا اين غيكري لك؟ تالين غيدوم هاد الكرا، تالين يعطيونا فين نسكنوا، كنطالبوا بحقنا انهم يعطيونا غير فين نسكنوا، فين نعيشوا، فين نستقروا. شوف كيفاش تشوفوا العيشه خوتي خارجين الزنقه، وانا دابا تشردت الزنقه، دارنا اللي كنسافر انا اللي كنت ساكنه فيها هي تريبات كيف كتشوفوا فيها. شوف خلوني نقرا من ناقص الامتحانات مع الصباح، كان عندي امتحانات وتهددت وكلشي، خرجونا وكضربوا فينا وخرجينا للزنقه، مخرجين الزنقه وشردونا، ما خلونا نقراو ولا خلونا نخدموا. هذا حقنا نسكنوا، حنا راه ماشي لاجئين، هذه بلادنا وهذا الوطن ديالنا وهذه حقنا وهذه بلادنا، والملك ما خرجش هادشي انهم يخرجوا الناس ويديروا لهاد الحاله. الناس الملك عطانا فين نسكنوا، عطا الفقراء فين نسكنوا، خرج الاستفاده وخرج كلشي للفقراء، خرج عليهم، هما ما كيعطيوش وما كيعرفوا يخرجوا من هاد الزنقه، هما ناعسين مرتاحين وما عارفين شحال ديال هاد الناس اللي كتخرج الجاريه. شوف اختي خداش 5 سنين و6 سنين غتخرج الزنقه. شوفوا 5 سنين و6 سنين، دابا شنو غيكون مصيرنا حنا في الزنقه؟ شنو غيكون مصيرنا؟ شنو غنديروا؟ ضاعت في حياتي، ضاعت في قرايتي، ضيعوني في حياتي، ضيعوني في قرايتي، ما خلوني لا نقرا ولا والو. ضيعونا هاد الناس، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. كنطالبوا من جلاله الملك محمد السادس، هو الوحيد اللي غيقدر ينصفنا ويعطينا حقنا في هادشي اللي كيديروا فينا هادو. الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ الحق، كل من دار يدي في هادشي الله ياخذ فيه الحق. دعيناكم الله، الله ياخذ فيكم الحق. اشترى ما قانون، ما دوله اسلاميه، ما حتى حاجه، اشترى ما كيعطي حتى شي بلاد ما فيهاش شي بلاد ما فيهاش الظلم، حتى شي بلاد. هادشي كيديروا اليهود مع المسلمين. واش هادو يهود دابا اللي جاو ريبوا لينا دارنا فين كنسكنوا، فين كنا مجموعين، خرجونا بالعنف وخرجونا شردونا الزنقه. ما قريتش انا من الصباح الايام كلهم اللي فاتوا حنا كنتهددوا، اليوم نفذوا التهديد ديالهم، هما نفذوا صافي هادشي اللي بغاو. خرجوا الزنقه، واخا غنخرج للزنقه، انا خرجت للزنقه، انا علاش غنتعرض دابا؟ شنو نبات في الشارع؟ انايا نبات في الشارع؟ لا، شنو غيكون مصيري وانا دابا خارجه الزنقه؟ ما خلاونيش نقرا، ما خلاناش نوصلوا. بغيت حقي في السكن، بغيت انا نعيش مرتاحه، بغيت انا نعيش بحالي بحال الناس، ما بغيتش انا نضيع ليا حياتي في الزنقه ونتعرض لبزاف د الحوايج خايبين. ما بغيتش خوتي يضيعوا. عندي خوتي صغار، عندي خويا عنده 6 سنين، هو كيقرا باغي يقرا. يا كتقرا التربيه المواطنه، فين هي التربيه المواطنه؟ يا كتقرا فين هي التربيه المواطنه؟ فين هما الحقوق عباد الحقوق الانسان اللي كيدعيو باللي كاينه؟ فين هي الحقوق؟ فين هما حقوقنا؟ فين هما حقنا؟ هذا حق فصل 31 كيعطي لكل حق يتمتع بسكن لائق. هذا حقنا، ماشي كنطالبوا بشي حاجه سما، كنطالبوا غير بحقنا. ريبتوا لينا دارنا، عوضونا في ديك الدار اللي ريبتوا لينا، عوضونا فيها الدار. حنا دابا فينا نباتوا في الشارع في الزنقه، والناس كلهم واقفين تريبونا وخرجونا بالزاز بالقوه، دخلوا لينا البوليس ودخلوا لنا الجندار ومخرجينا. شربوا ميه، شربي اختي، شربوا الماء عبد الرحيم، شربي اختي. اليوم وقفنا على هذه الحالة، وهي حالة تدمي القلب، تدمي العين، هي حالة تبرهن أن لا حلول اجتماعية في الطريق. هذه السيدة عندها حالة فريدة من نوعها وواضحة للعيان، هو أن كان الأخ ديالها يقطن بهذا المحل، كنا نأمل ونترجى خيرا في تدخل السيد العامل، لكن وجهنا والحقيقة أن لا حلول، لا نية خير، وما ينتظر هذه المنطقة في إطار تراجع المجلس البلدي عن أولوياته وشعاراته التي طالما رفعها في انتخابات، في الحملات الانتخابية. وأقولها بصريح العبارة، لن أقول تواطؤ المجتمع المدني، بل أقول موت الجمعيات. اليوم نعلن الشهادة، نعلن الحداد على المجتمع المدني، اللي البعض وانتم غتشوفهم اللي حضر، والآخرون ماشي تراجعوا بل هربوا، لأن هناك نية مبيتة وهناك تواطؤ من بعض الجهات لخذلان الساكنة، والساكنة
نتمنوا ليها في المستقبل الله يكون معها. لأنه فعلا ما وقع اليوم تكون النهاية على صاحب الجلالة أن يتدخل لنصرة شعبه الذي يستقبل خطاباته بالقلب الواسع. على المسؤولين تحملوا مسؤولين، لأن هناك جور على الدولة أن تحاسب المتواطئين في المتاجرة بشواهد السكنة وشواهد الاستفادة، والذين تسببوا في هذه الكوارث من بناء عشوائي. يجب فتح تحقيق على السيد العامل، على وزير الداخلية، على رئيس الحكومة تحت سهر وبسهر من جلالة الملك نصره الله محمد السادس نصره الله، أن يفتح تحقيق، أن يحاسب العابثون، أن يحاسب الذين باعوا المنطقة، الذين أفرزوا هذا الوضع الكارثي. ما يمكنش اليوم المواطن يدفع الثمن، ورجالات السلطة كيجيو اليوم كيضحكوا بقهقهات على من انتصروا على أنفسهم ربما، أما المواطن سيظل شامخا. أنا لا أدافع عن البناء العشوائي، أنا مع أنا ألوم السلطة لأن لم تتدخل في الوقت الحاسم من أجل محاسبة الذين تاجروا. للأسف هادشي اللي وقع اليوم كان الناس خاصهم يتحملوا المسؤولية في الوقت ويهدموا البراريك التي يقع. أما الذي وقع آنذاك هو تواطؤ، وكان الناس خداو المقابل من اللي تباع البراكة، وأخذوا المقابل حين سلموا شهادة السكنة، وأخذوا المقابل حين سلموا شواهد الاستفادة. وكان طالبوا السيد العامل إعلان لائحة المستفيدين، لأن عين حرودة عدد كبير ما كيسكنش فيها وعنده شواهد الاستفادة، عدد كبير من الناس ديال الجالية، وكان عندهم إما الجالية كلها تستافد وإما التحد ما يستافد. الأغاربة سواسية. هذه الرسالة أنقل لصاحب جلالة، لصاحب الجلالة الوحيد الذي اليوم يستطيع إيجاد حلول كما وجد الحل في إطار البقعة الأرضية حين كان المجتمع المدني حي وكان المجتمع المدني يقوم بالواجب. أما اليوم هناك عبث يجب أن يتوقف. وشكرا، وكنشكر الجرائد الإلكترونية، كنشكر اللي زعما صراحة قاموا بالواجب ديالهم، وشكرا للمجتمع المدني بعض الوجوه اللي حضرت اليوم لأنها لا زالت نقية. شكرا. محمد النديري، رئيس ائتلاف الشباب زناتة للتنمية. يعني بغض النظر على الصفة الجمعوية، أو أنا يعني إحنا كزناتيين ومقيمين وتزادينا هنا وكبرنا هنا، يعني وتقمصنا أدوار ديال الفاعلين الجمعويين. يعني اليوم كنوقف على واحد الحالة اللي هي مأساوية. أنا بعدا في حياتي أول مرة على حسب علمي المتواضع أن ما كايناش شي دولة في العالم أنها كتفرغ الناس في فصل الشتاء والبرد. ما كاينش هادشي، ما كاينش في العالم. هادشي كنشوفوه غير في المغرب. في المغرب الدولة الوحيدة اللي كنشوفها أن كيفرغوا الناس في الشتاء. أنا كيفرغوا هاد السيدة هادي ما عندهاش راجل، عندها 5 الوليدات، ولد كيدرس في السلك البكالوريا، بنت ولا 2 بنات كيدرسوا في السلك الاعدادي، وحدين كيقراو في ابتدائي، يعني 5. كيفاش غنتسناو هاد الناس، هاد الابناء هادو اللي شرطتي ليه البيت ديالو او البراكه ديالو ماشي تا بيت، براكه عباره عن قصدير و2 اجورات و2 عواد ريبتيهم منين اللي كان كيتستر فيها. يعني علم الله الظروف المعيشه ديالهم، كانت عندهم ظروف المعيشه ديالهم اللي هي مناسبه، ما غاديش يسكنوا في الكاريان. فعلا صحيح ان منطقه زناتة كتعرف واحد التغيير وكتعرف واحد البناء وكتعرف واحد الهيكله جديده وتصميم تهيئه جديده ومواكبه اجتماعيه ومشروع. لا باس، حنا ماشي ضد المشروع، حنا ماشي ضد الاصلاح، ولكن وماشي ضد المنفعه العامه. حنا عارفين ان هذه الطريق وطنيه، ولكن للاسف اين البديل؟ كنهضروا على المواكبه الاجتماعيه اللي كتخسر عليها فلوس الشعب، كنهضروا على المؤسسه ديال CDG مكتب الايداع والتدبير اللي كياخذ اللي راس المال ديالو هو مال الشعب. يعني كيجي اليوم كيفرع الشركه اللي سميتها لاصاز اللي اصبحت اليوم تحاكم ابناء زناتة، تحاكم الزناتيين، تشرد الزناتيين. فكيف يعقل اننا اليوم كنسمعوا اخبار ان 1650 حاله 1650 حاله اللي غتحكمنا بالافراغ. اليوم نموذج، يعني حنا واخا نبكوا بالدموع
ما غادي نديروا حتى حاجه، واخا نبكيو من قلوبنا ما غنديروا حتى حاجه، واخا نتضامنوا ونعلن التضامن ديالنا مع هذه الحاله هذه، لا نسمن ولا نغني من جوع. ولكن يعني هذه رساله للمسؤول الاول في المنطقه، العامل دائما نوجه له عبر منابر التواصل الاجتماعي وعبر يعني جميع الوسائل كنوصلوا له الرساله، هو انك السيد العامل انت حطك صاحب الجلاله باش تحل المشاكل ديال المنطقه، ماشي تزيد تفرغ باسم القانون. حنا ماشي ضد القضاء، هذا حكم قضائي حنا عارفينه، ولكن يجب اعاده النظر في مجموعه من الحالات في عين حروده، يجب اعاده النظر في مجموعه من الاسر اللي ما شاملهاش برنامج اعاده الايواء. يجب على السلطه المحليه والاقليميه تحمل المسؤوليه ديالها فيما يقع. راه لا يمكن اننا كنهضروا على المستقبل ديال البلاد وكنهضروا على الشباب ديال البلاد وكنهضروا على يعني كنهضروا على بزاف ديال البادرات اللي خداتها الدوله، كنجيو اليوم لا نولد ولا لا يولد في وطن الا شباب يحملوا الحقد ويحملوا الكره، لانه بسبب انك ريبتي لي بالراكشه بدون بديل. هاد السيده هادي كان بالاجدر كما وقعوا في الحالات في الدواور الاخرين، ملي جاو عندهم المسؤولين قال لهم واش بغيتوا الاستفاده شقق تمشيو ب 10 مليون ولا غتسناو، وبناو ليهم محلات ديالهم في بلاصه اخرين بين ما وصلت الاستفاده ديالهم. هذه بديره جيده، ولكن راه الناس هاد الحاله هادي كنوقفوا عليها اليوم، يعني كتجي كتريب السيده. علاش؟ هذا سؤال يطرح. السيد العامل انت حطك صاحب الجلاله باش تفك المشاكل ديال الناس، ماشي باش يتزاد الاحتقال في زناتة. وكنعرفوا ان زناتة فيها اكبر تجمع صفيحي في المنطقه، واللي خاصو يتحمل المسؤوليه ديالو هما البشوات اللي سبقوا والقياد اللي سبقوا والمقدميه اللي سبقوا اللي ساهموا في تفريغ البراريك. مثلا دوار حجر كانت فيه 600 براكه، تحول 1985 من جهه البرنوسي القدس، دابا فيه آلاف البراريك. من المسؤول؟ تحملون المواطن المسؤول وانتم المسؤولون، بغض النظر على كيف الطرق اللي تم فيها يعني تفريغ البراريك. اليوم كنجيو هذه راه ماشي فرغ هذه براكه يلاه تزادت، هذه براكه قديمه وكنعرفوا لها ونشهدوا لها، ولكن اليوم يعني باش تفرغ هذا للاسف الشديد ان راه للاسف الشديد اليوم كنشوف واحد الغضب على الزناتيين. يعني نستسمح وشكرا. زاهرة فندور، رئيسة جمعية رائدات زناتة للتنمية المواطنة. اليوم حنا كنتواجدوا بدوار بيكي. هذه الحالة صراحة اليوم حزات في قلبنا وبكينا، ما لقيناش عليها الجهد، داكشي اللي شفناه راه ما عمرنا، هادشي اللي شفناه اليوم في المغرب راه ما عمرنا شفناه في دولة إسرائيلية، وعمرنا ما سمعنا أن دولة إسرائيلية قسات شي حد من ديالها أو هدمات شي حد البيت ديالها اللي في إسرائيل، ما بالك حنا في دولة وفي المغرب. راه شنقول لك كل اللي كنرجف هادشي اللي شفناه اليوم، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا كندافعوا على حقوق المراه وحقوق الفتاه، واخا مرحبا، لكن كيفاش هاد العائله اللي تشردات، كيفاش هاد المراه اللي ما عندهاش واحد الراجل في الدار، عندها 5 الوليدات، عندها 3 البنيات اللي هما باقين صغار، كيفاش غيخرجوا للشارع هاد البنات؟ كيفاش غيوليو غير ساعه وحده غيبقاو في الشارع؟ كيفاش اش غنتسناو من هاد المراه وهاد البنات؟ شنو غنتسناو منهم غيكونوا؟ اش غنتسناو من دوك الولاد اللي طالعين دابا؟ اش غيكونوا في المجتمع؟ كيفاش غتطلع الصوره ديالهم على المجتمع ديالهم؟ فين هو المجتمع المدني في عين حروده؟ فين هو المجتمع المدني؟ واش مات لهاد الدرجه؟ ما بقاوش الجمعيات؟ واش ولاو خمسه ديال الناس او 6 الناس على رؤوس الاصابع فاعلين جمعويين؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتة نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.